الملك محمد السادس يبحث عن وساطة بينه وبين تبون، لكن تبون يرفض أي وسيط ويشترط التفاوض الوجه للوجه على كل الأزمات بين الجزائر والمغرب منذ عام 1994 إلى يومنا هذا. لكن الملك لا يقدر على السفر إلى الجزائر كونه مريض، وتبون لا يذهب إلى المغرب لأنه متعود على أن لا يذهب إلى كنوسة، لأن الجزائري عنده النيف. هذا هو طبعه، خلق هكذا، جينات وراثية. وتاريخ أبطال الجزائر معروف وغني عن التعريف. فعلى المخزن أن يبعث وزير الخارجية بوريطة ليتحاور مع أحمد عطاف ويستمع إلى الشروط التي تضعها الجزائر لإعادة العلاقة بين البلدين، لأن قضية العلاقة الجزائرية المغربية ليست مرتبطة بقضية الصحراء الغربية كما يظن الكثير. تأزمت العلاقة بين الجزائر والمغرب يوم فرض المغرب التأشيرة على الجزائريين عام 1994، ومنذ ذلك الوقت بدأت كرة الثلج تكبر من أعلى الجبل حتى وصلت إلى التطبيع مع الكيان، وهذا الذي كسر ظهر البعير.